اغلب الناس بتبدا مشروع تعليمي بفكره عظيمه، بس بعد شهور قليله بيتفاجئوا كل حاجه وقفت. انا شفت ده بيحصل كتير ومريت بيه في بدايتي. طب ليه ده بيحصل؟ ببساطه عشان مفيش خطه ومفيش سيستم، مفيش فهم حقيقي ان التعليم النهارده بيساوي بيزنس. وعلشان كده اول خطوه في تي بي تي دبلومه بيزنس ميتس education. بتتعلم تبني فيجن واضحه للمؤسسه بتاعتك، وتحدد كور فاليوز، وازاي تبني خطه واضحه ل10 سنين قدام. بتتعلم تختار تيم حقيقي مش مجرد ناس بتشتغل وخلاص. وكمان بتكتشف اهميه الداتا، وبتتعلم ازاي تاخد قرارات حقيقيه مبنيه على ارقام مش مشاعر. وده كله مش نظري، كل خطوه فيها مبنيه على ارض الواقع من خلال كيس ستاديز وتمبلتس. وفي اول خطوه في الدبلومه حاطط لكم خبره 13 سنه اللي ما كانتش عندي وانا ببدا. طيب اسالني، تي بي تي دبلومه هتقدم لي ايه؟ هتقدم لك رود ماب عمليه لبناء مشروع تعليمي حقيقي، نظام اداري حديث مبني على EOS، ادوات جاهزه وخبره اكتر من 13 سنه متجمعه في خطوات بسيطه. لو انت فاوندر او اديوكيتور او ترينر ومتردد تبدا، سيب في الكومنت جاهز ابدا صح. وتابعني في النكست ستيب عشان هنبدا نبني سوا حجر الاساس الحقيقي لنجاح مؤسستك التعليميه.